عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعافية. اليوم ان شاء الله باش نعمل نوع من الحلويات التونسية. باش نبدأ على بركة الله. عندي هنا 440 جرام فرينة دقيق، 250 جرام زبدة، عندي 110 جرام سكر ناعم، هوني عندي شوية زهر باش نلم بيه، شوية ملح. اذا باش نبدا على بركه الله. هوني عندي الفرينه متاعي الدقيق غربلته، باش نحط فيه شويه من الملح، باش نحطه الوحده، باش نحط الزبده ونخدمها بالطريقه هذه. اذا عملته هوني يدوب نخلطه بالفرينه ما نعجنش. اذا حطيت توا السكر ناعم خلط مع بعضه، وتوا باش نزيد باش نلم بالزهر، يعني بشويه بشويه مش برشا. العجينه متاعي هوني لميتها من غير ما نعجنها، وتوا باش نحطها في الثلاجه اقل شيء تبقى ساعه. عندي هوني عجينه التمر خديتها حاضره، نجمو نستعملوه نقدوه في الدار، نحيو النوات ونعجنوه. عندي هوني شويه قشور الحامض والبرتقال، شويه زبده، وباش نعمل شويه قرفه. يعني باش نبدا بسم الله. ثاني انا خديت الشطر متاعو حوالي 400 جرام، حطيت له شويه زبده ونص مغرفه قرفه والقشور متاع البرقدان والقارص، وتوا باش نعجنو مع بعضه. وتوا بعد ما فوحته توا باش نحلو عندي هوني البلاستيك الغذائي باش نحاول نشرحه. يعني هذا التمر بتاعي بعد ما شرحته باش نحاول هوني نعمل مستوي. هذا هو التمر متاعي باش نخليه على شيره. وتوا باش نخدم العجين متاعي. قسيت العجينه على 2 باش نستعمل واحده ونخلي الاخرى. هذه توا باش نشرحها كيما شرحت التمر. باش ناخذ توا العجينه الثانيه ونشرحها بنفس الطريقه. عندي هنا شويه بياض البيض تاعي اللي باش ندهن به العجينه متاعي. التمر متاعي ونحطه على العجينه. نزيد نعمل فوق التمر باش نعمل شويه زاده من بياض البيض. باش ننظف بالسكينه باش نحي الزيت تاع العجين، ونجم بالطبيعه نستعملهم مره اخرى. نزيد نشرحها شويه بالقلقال. باش ناخذ الاشكال هذيا ونعمل بها شكل من النوع هذا. بالشكل هذا. هذا العجين اللي بقات لي باش نعملها بالشكل هذا.
ونعمل الشكل هذايا، يجيني الشكل هذا. اذا كملتهم هذوما تو باش نعملهم شويه بياض البيضوني. ونعملهم شويه، عندي فستق حلبي. اذا هذوما كملتهم باش نحطهم في الفرن على 150 درجه، 140 150 درجه 10 دقائق، ما يفوتش، على خاطر لازم يقعدوا لونهم ابيض. اذا كانت هذه فكره نتاعي، عملت صابلي بالتمر. ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. بقيكم الف خير وفي امان الله.